هيمنه كبيره جدا. الهيمنه اللي فاتت كان في توعيه كبيره يعني، والحمد لله الشعوب لحقت بعضها شويه، لكن اللي جاي هيبقى اسوأ في الرياضه. هيبقى في هيمنه كبيره جدا جدا على مستوى الرياضه، على مستوى العالم، وده التكتيك اللي بيحصل دلوقتي. خدوا بالكم من الكلام ده واستوعبوه كويس قوي. عشان كده احنا فترتنا اللي فاتت دي كلها كنا بنبدا ناسس لمرحله جديده. لما بنيجي ناخد نادي هنا في مصر، القيود اللي بتتحط عليك عشان تيجي ناخد نادي وتخش تلعب بيه في الدوري قيود جباره جدا. هات لي ملعب، وهات لي منشآت، وهات لي كذا، وتطلع لجنه تفتش، وتطلع مش عارف ايه، وفلوس من تحت الترابيزه علشان تبدا في مؤسسه. هناك مش كده. هناك بره انت مين؟ بتقدم ايه للدوله؟ والدوله بتساعدك عشان عارفه ان انت هتقدم حاجه جديده كويسه، وتبدا تستقطب لعيبه من هنا. ايا كانت اللعيبه دي هتدفع فلوس عشان تسافر. ما هو كل واحد عنده حلم. انا بدفع فلوس عشان اروح اشتغل في المكان الفلاني، انا بدفع فلوس عشان اطلع الشهاده احطها في السي في بتاعي، بس بمجهودي وبكفاءتي برضه. مش بطلع الشهاده دي بالفلوس وانا اصلا ما عنديش كفاءه. فبالتالي اللعيب ده لازم يساعد نفسه. النهارده الاستثمار المصري كله النهارده في الانديه المصريه ادفع عشان تعدي، اذا كان مقاولين او اذا كان انديه كبيره، انتاج حربي، بتروجيت. النهارده ادفع عشان تتأيد. لا، انا هدفعك بس هسفرك، بس هلتزم بيك وهتفق معاك اتفاق، ولو انا ما نفذتوش اطلع قول للاعلام ان حاتم عسكر ده نصب عليا، او النادي الفلاني عمل كده. وده بنقوله في الاعلام، وده احنا بنقوله في كل مكان. علشان كده الفتره اللي فاتت دي كلها احنا دوسنا على نفسنا جامد، وسمعنا كلام مش كويس، واهانات وتريقه وما الى ذلك. ولكن سبحان الله، احنا علشان ورانا اسر، وورانا ناس بتاكل عيش، وورانا مسؤوليه، وورانا حاجات كتير، ودعاء اولياء امور، وحلم لعيبه، كان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الابواب لوحدها المقفله وبيقول لنا خدوا الخير ده وخدوا الرزق ده، بس خلي عندكم ضمير عشان تكمل معاكم بالستر. وهو ده فعلا اللي كان بيحصل. الحمد لله النهارده بقى عندنا نادي في خلال تقريبا 3 شهور 4 شهور من التعب ومن الشغل ومن السهر. انا كنت واحد من الناس شغال على جهاز لاب، قسما بالله كان الواحد ظهره بينحني علشان يقدر في تصميماته في شغله وعلاقات عامه وتصوير ولعيبه وحاجات كتير جدا جدا. كل واحد في المنظومه بيشتغل الشغلانه اللي هي مش بتاعته اضافه لشغلانته ومهنته. عشان ايه؟ عشان في تكاتف، وعشان في حب، وعشان المنظومه تكبر. بدايه من سمو الشيخ، الراجل اللي عايز اقول لكم انه ما عندوش وقت اصلا يقابل حد.